السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير لاطاخت بالبرتقال. كتجي هائلة ومزيونة بزاف في المذاق ديالها، وكنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي فما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. وبلا ما نطول عليكم نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. فبالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو، الطبقة الأولى اللي هي الكيك، كأس عنبة ديال الحليب السائل، كأس معامرش ديال الزيت، 5 المعالق كبار ديال سكر سنيده، 2 البيضات، ساشي ديال الخميره الكيميائيه بيكينغ باودر، وسكر بنكهه الفانيلا، والدقيق. بسم الله. كنهرسوا البيض ديالنا وكنطرب البيض مزيان، وكنزيدوا سكر سنيده، وكنزيد سكر الفانيلا، وكنزيد كأس معامر ديال الزيت، وكنزيد الحليب، كنزيد الدقيق، كنزيد الخميره الكيميائيه، كنبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه، وكنستمروا في التحراك حتى كنساليوه. كناخذوا مول، كندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، وانا وضعت في الجوانب ورق الزبده وكذلك في الوسط. كنكبوا الطبقه الاولى ديالنا في المول، وهنا ملي خويت الخليط ديالي دابا غندخلو للفران ونتلاقاو من بعد. ودابا ندوزو للطبقه الثانيه اللي غادي نعملو فوق الكيك. كنحتاج فيها 2 كيسان ديال الحليب السائل، 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، 2 معالق كبار ديال المايزينا اللي هي النشا، وساشي ديال السكر بنكهه الفانيلا. ناخذ كاسرونه
كنكب فيها 2 كيسان ديال العنبه د الحليب. لا وكنزيد السكر 2 معالق كبار، كنزيد المايزينا وكنحركو. وبالنسبه للحليب خصو يكون بارد باش ما تكورش لينا بالمايزينا. ودابا درت الطبقه الثانيه ديالي فوق البوطه، كنبقى كنحرك. ودابا كنزيد الفاني. بسم الله. ومن الاحسن ديروا الفاني ديال السكر هاد الطبقه البيضاء باش تبقى بيضاء، حيت الفاني سائله كيكون اللون ديالها مغلوق فما غيبقاش لينا ابيض. دابا غنبقاو نحركو وما نوقفش التحراك باش ما يبقاش عندنا حتى كتسولات. يعني غتبقاو تحركوا حتى يغلى الخليط عاد نطفيو عليه. دابا هي بدات كتعقد كيف كتشوفوا، يعني دابا تقالت. دابا نطفيو عليها البوطه. وهنايا من بعد ما كنخرج الكيك من الفران غنحاول نقلب الكيكه. نفتحها دابا قلبت الكيك. وعلاش قلبنا هاد الكيك؟ باش نحصلوا على سطح مستوي، وكنردوها بشويه بشويه. وكناخذ الخليط اللي صايبت بحليب ومايزينا ونخويه فوق الكيك. صافي دابا كبيتها كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليها حتى تبرد مزيان وترجع متماسكه، ما غتبقاش خفيفه حتى تعقد. عاد نزيد عليها طبقه البرتقال اللي غنصوب معكم دابا. ودابا غنصايب معكم الطبقه الثالثه اللي هي طبقه البرتقال. فكنحتاجوا فيها عصير البرتقال، ومن الاحسن تستعملوا عصير طبيعي يعني تعصروه في الدار. وعصير البرتقال ما يعادل 3 كيسان. وعندي 2 معالق كبار ديال مايزينا نشا، 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده، وعندي ساشي ديال سكر بنكهه الفانيلا، وعندي ساشي ديال الفلون. وهنا كنكب العصير في الكاسرونه. كنزيد سكر فانيلا، كنحركو. وغنزيد دابا مايزينا شويه بشويه. كنبقى كنحرك. وغنزيد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده،
وكنبقاو كنحركو حتى يعقد لينا الخليط. هو الخليط دابا كيغلي، ما بقاش خفيف، كنحركو غير واحد شويه ونطفيو عليه. ودابا ها هي الطبقه الثانيه كما كتشوفوا معايا قصاحت، فغادي نزيد الطبقه الثالثه د البرتقال. بسم الله. وغنكبها بشويه. كما كتشوفوا فيا دابا راني كنكبها بشويه باش ما تخسرش ليا الطبقه اللي قبل. كنحاول نوزع بهذه الطريقه. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا صافي خويت الخليط ديالي كامل، ودابا غنخليه على برا يبرد واحد شويه، ومن بعد ندخلها للثلاجه حتى تتماسك مزيان وتشد في راسها، عاد نخرجوها، ومن الاحسن نخليوها واحد 4 ساعات في الثلاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديال البرتقال بدون زبده. عجينه هشه رائعه، كتجي لذيذه بزاف وبارده ومنعشه، وكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. وحبيباتي دابا وصلنا للاخر وتبقاو على خير، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تخليو لي لايك وكذلك شي تعليق، وتشاركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. وكنبغي نشكر الاخوات اللي كيدعموني في التعليقات، وصراحه كتفرحوني بزاف وكتشجعوني باش نستمر ونبقى نحط لكم فيديوهات. وشكرا لكم بزاف مره اخرى، نشوفكم في فيديو جديد باذن الله ووصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.